ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم شاعر العرب، وشاعرنا في هذه الفقرة شاعر عامية مصري من الجيل الجديد، هو الشاعر الأستاذ مصطفى عيد، شاعر عامية وشاعر غنائي أيضا. يتميز الشاعر مصطفى عيد بالشعر الغنائي بجمالية رائعة تلامس الإنسان البسيط ويبتعد عن اللغة الصعبة. له 5 دواوين شعرية، هي العرافة، بنت الحلال، المسحراتي، دبلة الطهرة، وجوز عزيزة. نحاول أن نقترب من التجربة الشعرية للشاعر الأستاذ مصطفى عيد في هذا الحوار. أهلا بحضرتك يا أستاذ مصطفى. أهلا بكم. أنا عيد أمي ابتدى من يوم ما اتولدت ولسه ما انتهاش. الله الله الله، لازم اسقف لك لحاجه. ربنا يسعدك. جميله جميله، والعزف طبعا اكتر من رائع. بس انا عايزه اعرف الفكره جات لك منين عشان عيد الام؟ من اني اشوفك ما تحرمنيش. الله، منتهى الروعه بجد والله، منتهى الروعه. ولعبت بالكلمات لعب حلو قوي قوي، ووظفتها ووصفتها بمنتهى الرقه، رقه المشاعر والاحساس الصادق يعني. بقى. اكيد في القلب. طب اشرف بيسالك بقى، انت من اي محافظه بالظبط؟ من الفيوم. من الفيوم. تعرف حد من الفيوم يا اشرف ولا حاجه؟ فبلغ عني. بيقول لك بتقعد تحت الشجره بقى وتفن بقى. أيوة. والالهام بقى يجي والحاجات دي بقى وضوء القمر لا منتهى الروعه بجد والله يا مصطفى، بجد يعني حاجه مشرفه، وحاجه بتدي امل ان هو في جيل اهو يعني عنده احساس حلو ممكن يوصل لكل الناس دي اللي بتحب تقرا بالذات الشعر الاحاسيس النقيه اللي احنا بنقول عليها الراقيه. صباح الخير عليك. يعني بجد حتى لو كان الوقت قليل، لكن كلماتك كانت مؤثرة وكانت بتعبر عن حال بلدنا من صباح الخير لأطفالنا بطريقة مختلفة. حتى قدمت عظة وعبرة من خلال أشعارك. بشكرك جدا يا مصطفى وشرفتنا. وشرف لينا طبعا. مشاهدينا انتهى. هتكلم عن الشعر عن مصطفى. مش عارفه اقول ايه بصراحه. مصطفى الشيخ هو حاله شعريه كامله. هو شاعر كتابه وشاعر سلوكا. يعني لما بتتعامل معاه بتحس ان انت بجد بتتعامل مع شاعر، حد احساسه حلو جدا، وحد عنده ثقافه وعنده فكر وعنده كاريزما حلوه. لما بيطلع يقول شعر بيخطف، يعني حتى لو طالع مثلا مع شعراء كبار ولا حاجه ممكن يكونوا اقدر منه احترافيا، لكن هو عنده الملكه اللي ربنا بيديها للناس، ومش عند الناس كلها. يعني ربنا بيختص بيها بعض الناس، هي حته الكاريزما العاليه او الحاجه اللي تخطفها. ده كشاعر هو بيعتمد اكتر على الصدق، ان هو بيكتب الحاجه اللي حاسسها، بيكتب الحاجه اللي قادر ان هي لمست قلبه فبيلمس بيها قلوب الناس. ده على مستوى الشعر. اتكلم بقى عن الفضائح اللي حصلت واحنا بنطبع الدوائر. مصطفى لما جه وعرض عليا الكتاب، بصوا انا كنت يعني طايره من الفرح. ان هو مش بس علشان هو شاعر جميل، علشان هو كشخص انا حابه ان انا اتعامل معاه. يعني حاجه كده من مبهجات الحياه، لما بيجي بيتصل بيا على التليفون بشوف اسمه مصطفى. يعني حاجه فعلا، حد فعلا بيفرحك، بتحس ان هو اخوك من دمك. لا يا عم هي الطفوليه مش سهله يعني. بجد انسان ذوق جدا. زي ما قلت في الاول هو شاعر كتابه وشاعر سلوكا، انسان مهذب. اخ فعلا تقدر ان انت تتكلم معاه بثقه، وانت عارف ان هو انسان راقي. حد تقدر تعتمد عليه بعيد عن الشغل. فيعني سعادتي مصطفى عموما اكبر من سعادتي بديوان، وان كنت في منتهى السعاده بديوان، وان هو شرفني بيه، وان هو صدر عن مؤسستي المتواضعه، مؤسسه روائع للثقافه والفن. هقول شعر بس انا يعني وعايزه اقول له ان انت اجمل حاجه في رابطه اولاد مؤمنونه، اخونا الجميل. وبنتمنى ان شاء الله الديوان ال100 مش الديوان الاولاني بس. وربنا ان هي السبب في الفرحه اللي احنا فيها دلوقتي، وهي اللي نورت الكون ده كله بالاستاذ مصطفى باخلاقه العاليه وتواضعه وعلمه وشعره وادبه الجميل.
لان شخصيه جميله جدا، شرفنا ان احنا اتعرفنا عليها. ارحب واشكر واقدم كل الورود التي في الوجود الى انسانه جميله جدا، حبيتها من قبل ما اشوفها وكنت اتمنى ان انا اقابلها واتشرف بيها. هي ام الشاعر مصطفى الشيخ، بحب نرحب بيها جدا، منوره الدنيا. يعني انا سعيده بيكي جدا وهستاذنكم ان انا هنزل لها معلش. يوم ان شاء الله خلاص. كويس ماشي. اهلا بحضرتك، ولنا بقى كلمه عشان خاطر مصطفى. اي حاجه. ربنا يخليكم ويبارك فيكم ان شاء الله. ربنا يحفظك. ايه عامل ايه معاك يا مصطفى؟ قولي لنا فضايح، قولي فضايح. مطير يعني ولا شيء ولا ايه بالظبط؟ لا والله ربنا يهديه ويصلح حاله. هادي يعني؟ لا هو هادي والله طلع عينك حكى لنا. والله هو كويس الحمد لله، ربنا يصلح حاله. طيب عامل ايه معاكي كشاعر؟ قربيه شويه. هو بصراحة أي حاجة كان بيقولها لي الأول. يعني بصراحة كل اللي قاله هو حقيقي. جميل. القصايد بتاعته جميل. وأنت شايفة إيه لمصطفى؟ ربنا يصلح حاله يا رب يا رب. ونشوف له كده فرح حلو إن شاء الله. أيوه بقى. ربنا يصلح حاله. يا رب كلنا إن شاء الله. كلنا. طيب يا جماعة أنا عايزة أسمع تحية بقى وعلى فكره بس في حاجه عايزه اقولها عن مصطفى. يعني من ساعه مصطفى الرابطه، يعني في اوقات كتير عصيبه مرينا فيها، بس في الحقيقه مصطفى كان مش عايزه اقول حاجه تزعل الباقيين، بس فعلا كان راجل وقت الشدائد، وهو كان اكتر حد كان بيسندني، واكتر حد كان بيقف معايا، واكتر حد كان بيحل المشاكل حتى من غير ما يرجع لي. يعني ربنا يحفظه ويخليه ويقول يا رب يا رب. بس كان في البيت يعني بصراحة منتهى الحنية والطيبة، حتى لو زعل قوي وغضب تلاقيه رجع وبيعمل يعني ما يزعلش حد، ممكن يجي على نفسه يسكت، ممكن ما يتكلمش يعني، فده الحاجات المستخبية. ايوه هذا مجروح ولا لها ايه؟ لا انا عارف مصطفى اكتر منك. طيب حلو، ربنا يصلح حاله ويفرحنا. تبقى قالت ان مصطفى حد كويس قوي، حد انسان قوي، عارفاه بقالي 4 سنين. بغض النظر عن فرق السن، الناس بتتعامل بالروح مش بالسن. يعني هو تتكلم معاه تلاقيه حد كبير، في مشكله تاخد رايه، تهزر معاه تلاقيه ابنك، فمصطفى كل حاجه يعني. وحاولت ان انفق على مصطفى من جيب مصطفى لا من كيسي انا النقدي. هذا ديوان هو مبتدأ لشاعر أنا قلت عنه سابقا أنه شاعر المستقبل، والحقيقة أنني حينما قلت عنه أنه شاعر المستقبل كنت أعني أنه سوف يتواصل مع فكره، فهو يقف على قاعدة عريضة من حداثة التقنية وحداثة التفكير. هو يكتب مشاعره الخاصة وله أوزان يستخدمها ويعطلها، وله أفكار يتناول فيها المجتمع بحيث يكون شعره مرآة لهذا المجتمع. مصطفى يتحدث عن الحب، سواء كان هذا الحب حبا مكروها أو حبا محبوبا. يتحدث عن الأسرة، يتحدث عن الأم، يتحدث عن الصديقة، يتحدث عن الزواج، يتحدث عن الحب بجميع أشكاله وجميع أشجاره المتعددة. ولذلك فإن ديوانه يعتبر مجموعة من الوردات الخالصة. لغة مصطفى هي اللغة السهلة البسيطة، إنه يأخذ لغة
الشارع ويحاول أن ينفض التراب من فوق هذه الكلمات ليقدمها إلى المستمع أو إلى المتلقي في صورة جديدة. كل هذا شيء جيد في شاعر. دابت خلاقاتي وانكشف ستري، ومن كتر غشكم خايف اشتري لي طوب. كان نفسي اعيش في عصر غير عصركم، لكن لا بايدي القدر ولا بايدي اغير المكتوب. الله ينور عليك، احسنت. وصوره شعريه فعلا واقعيه جدا. اذا كان للاسف في فئه فيها الغش وفي الغرور وفي عدم الضمير، فصورتها بمنتهى السلاسه منتهى البساطه ومع المراكبي. طب اخترت ليه المراكبي في انك تختص بالصوره دي؟ هو عشان فيها الغرق وفيها إن من اكتر الحاجات لو فيها غش طبيعي جدا انها تغرق مثلا. صحيح. هي مركبه هو فرح مثلا. القصه طبعا هي لها قصه معايا مثلا شخصيه. والله العظيم كنت لسه هسألك انت في حاجه حصلت انك من مراكبي مثلا معين؟ لا مش مراكبي، او في الحاله نفسها شفتها بعينك في حاجه؟ لا هو الشعر الانتقال من الواقعيه للخيال. يعني مثلا اقول ايه انا بحبك كده، لكن اصورها مثلا ايه انا شايفك في رشايه بترقص وسط الجناين، ده الشعر. حطيتها في صوره. لكن مثلا ان هو مراكبي فانا قلت مراكبي لا، ممكن تبقى لها قصه مثلا شخصيه. هو رمز. ايوه انا رحت شكلتها في صوره المراكب. ممكن المراكبي ده شخص والبحار حاجه كده يعني. بس انا برسمها في الصوره كده تقدر توصل الفكره اكتر يعني. لا والله وصلت بشكل بسيط ورائع وجميل جدا. ربنا يبارك. انا مش قادر اوصف فرحتي ان في ناس يعني جت من اخر الدنيا عشان تشرفني في الحر والجو ده. فكل خطوه انتوا قدمتوها عشان تيجوا تشرفوني دي عندي بالدنيا كلها، ويا رب اكون عند حسن الظن واكون استحق التكريم ده منكم.